السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جميع الناس في كل مكان، اهلا بيكم في فيديو جديد. هنتكلم يا جماعه دلوقتي كان ده يا جماعه عن لقاء المستشار مرتضى منصور. زي ما احنا شفنا اللقاء لسه طالع تقريبا من نص ساعه او ساعه. المستشار اتكلم في حاجات مهمه جدا لصالح نادي الزمالك، واتكلم عن ملفات مهمه، هنتكلم عن اول حاجه حل رسميا حل مشكله حساب نادي الزمالك، حسابات نادي الزمالك. وهنتكلم برضه يا جماعه عن تاني حاجه، ان في فلوس محترمه داخل نادي الزمالك الفتره الجايه، هنعرف نتحرك فيها في صفقات مهمه. واتكلم برضو عن الناس اللي بتطلع اشاعات عن نادي الزمالك يا جماعه. واتكلم برضو عن قضيه كهرباء وشرح تفاصيل القضيه، وقال لنا هو ليه كان اتاخر في القضيه شويه وكان مستني الوقت المناسب. تابعوا معانا الفيديو الاخر، قبل ما نبدا تدعمونا بلايك واشتراك في القناه. هنتكلم ده يا جماعه ان خلاص المستشار اعلن، خلاص النهارده اعلن ان هو تم رسميا حل مشكله حساب نادي الزمالك، والحساب خلاص بقى تمام وكل حاجه. كل فلوس النادي اللي بره اللي هو مش عارف يستقبلها بسبب ان ممدوح عباس كان حاجز على ارصده نادي الزمالك بسبب قواضي، هو كان رافعها قواضي غريبه احنا مش فاهمينها اصلا. بس قال لك خلاص ان هو تمام، حل المشكله الحمد لله. والمستشار قدر ان هو يحل المشكله وتمام يعني. وقدرنا خلاص نفتح الحساب ان احنا نستقبل اي فلوس لينا بره ما كناش عارفين نستقبلها بسبب ان ممدوح عباس كان بيحاول يخنق الزمالك، بيحاول يضايق على الزمالك، يعني بيحاول يعمل اي حاجه كده لمصلحه بقى ناس بقى ليهم مصالح شخصيه، مصالح ناس مش بيحبوا النادي قوي. بس هو الحمد لله المشكله اتحلت وعدينا اول خطوه مهمه جدا هتفرق معانا قدام. بسبب الحوار ده يا جماعه هيترتب عليه ان النادي هيدخل له فلوس كتيره الفتره الجايه. والمستشار قال لك الفلوس دي هتخلينا نبدا نتحرك بثقه، ويعني بنتحرك بثقه في الصفقات ونعرف نتكلم بقلب جامد، عشان احنا هيدخل لنا ان شاء الله فلوس حلوه كويسه. وهي برده الفلوس اللي هتدخل لنا 100 مليون جنيه فلوس كهرباء، دي برده هتفرق معانا جدا في نادي الزمالك. يعني ممكن نجيب بيها اقل حاجه يعني 3 صفقات حلوين او صفقتين يعني بوم اجانب. وبرده في 750 الف لمشاركه سيف الجزيري في كاس العالم اللي فات وقال برده 3 مليون جنيه قيمه انتقال امام عاشور لفريق الدنمارك وفي برده 450 الف باقي صفقه مصطفى فتحي. يعني يا جماعه دي يعني كميه فلوس يعني ان شاء الله هتفرق جدا مع نادي الزمالك. زي ما احنا عارفين برضه نادي الزمالك كان بيعدي بازمه ماليه، فدي بنسبه كبيره هتحل لنا الازمه وتخلينا نعرف نجيب صفقات كويسه تفرق معانا ان شاء الله يا جماعه. زي ما انا قلت لكم برضه ان كذا فيديو اقول لكم ان الصفقات دي كلها اشاعات وتكهنات من صحفيين. انا كنت انا كنت برضه اكد لهم يا جماعه ان احنا مش عايزين نتكلم في الصفقات قوي عشان دي كلها اشاعات طالعه، واحنا مش عايزين نتكلم الا لما الصفقات تكون صفقات رسميه وطالعه، يعني ان هي خلاص بقى من مصدر موثوق منه ان الصفقات دي تمت. بس احنا ما كناش عايزين نبدا نعمل اشاعات والكلام مش عايزين بس نتكلم في حوار الصفقات ده الا لما تتم بشكل رسمي ونبدا نتكلم عليها برده ونقول راينا كويسه ولا لا بكل حياديه وكل حاجه. هنتكلم برده يا جماعه عن تاني حاجه. مستشار مرتضى منصور طلع بيقول للمذيعين خفوا شويه عن نادي الزمالك. وهو الصراحه يا جماعه عنده حق في الحته دي، ان المذيعين انا كل شويه اتفرج على يعني مذيعين، بخلاف ان احنا عارفين المذيعين المشهورين في الكوره كل شويه صفقه الزمالك هيجيب صفقه مش عارف عمرو السومه، الزمالك هيجيب صفقه بن شرقي، الزمالك هيجيب صفقه مش عارف مين، الزمالك هيجيب مين. انا تهت يعني. انا بتفرج انا بقيت مش عارف هو الخبر ده مين اللي قاله من كتر الاشاعات طالعه عن نادي الزمالك. هو قال لهم كفايه بقى اشاعات عن نادي الزمالك. هو برضو المستشار وجهه نظره ان هو انتوا ما تعشموش الجماهير بحاجه احنا ما نعملهاش. يعني انتوا مثلا ما تجيش تقولوا احنا هنجيب مثلا عمرو السومه وبن شرقي، بترفعوا سقف توقعات الجماهير عشان لما نجيب صفقه اقل يقول لك بص نادي الزمالك فاشل ومش فاشل. فدي برضو حاجه المفروض ان هي حاجه صح، بحيث ان احنا ما نعشمش الناس بحاجه وما نجيبهاش. فدي برضو يعني حاجه كويسه جدا ان هو اتكلم فيها عشان بقى ينهي الحوار. هو الصراحه كده انا اتفرجت على الفيديو بتاعه، فهمت حاجات كتير. يعني فهمت في اشاعات فعلا طالعه. انا الصراحه يا جماعه كل شويه كل ساعه، يعني مش كل شويه، كل ساعه اشوف صفقه جايه صفقه ماشيه صفقه جايه حاجه. يعني هو حاجه شافها ان هي بتاثر على النادي، فقال لك انهي الموضوع ده واتكلم فيها ونخلص الحوار ده عشان الحوارات اللي دايره الفتره دي. وهو بيحاول ينهيها وهو فعلا كده اللي هو قاله ده انهى الحوار الشكل. عشان يا جماعه في الاول وفي الاخر انا مش هصدق الا رئيس النادي، عشان هو رئيس النادي. مش هصدق اكتر واحد يبقى موثوق عندي رئيس النادي. بس طب طالما رئيس النادي قال حاجه يبقى اصلا طالما رئيس النادي قال حاجه خلاص كده دي الحاجه اللي نبدا نتكلم عليها بقى. واتكلم برضه يا جماعه عن سر تاخير رفع قضيه كهرباء. قال لك لو انا كنت رفعت القضيه
قبل الماتش النهائي. طبعا يا جماعه زي ما قلت لكم برده في فيديو تاني قلت لكم فيه، حتى لو الزمالك رفع القضيه هناخد بقى لسه بقى نروح لاتحاد الكوره ونروح للفيفا، واللفه دي هتلاقي الماتش خلص من بدري، وبعد كده نبدا نشوف بقى القضيه. فهو قال لك انا كده كده كنت مأجل القضيه علشان نفتح حساب النادي. اول حاجه قال لك عشان نفتح حساب النادي، ما هو ممكن يقول لك كهربا يستغل الحوار ده، يقول لك ايه، انا رايح للفيفا مثلا او لجنه العقوبات او ايا كان اللي هتدفع الغرامه، يقول لهم انا جاهز ادفع بس النادي ملوش حساب. ما فيهوش حساب ادفعهم انا بقى في الحساب الموقوف، وساعتها ممدوح عباس ياخدهم، يبقى احنا ما عملناش حاجه. لا، هو المستشار قال لك انا عارف برفع قضيه امتى عشان عشان يبقى في حساب لنادي الزمالك اعرف استلم عليه الفلوس. ودي برضه يا جماعه حاجه كل الجماهير وكل السوشيال ميديا كانت بتتكلم عليها، سبب تاخير رفع القضيه، سبب تاخير رفع القضيه. بس هو قال لك يا جماعه كفايه اشاعات بقى عن الزمالك، انا عارف في الوقت المناسب. انا لو كنت سمعت كلامكم ورفعت القضيه قبل ماتش الوداد النهائي، كان كهربا طلع قال راح بقى ايه اللجنه اللي هتاخد منه الفلوس، اللي هم ايه، انا جاهز والله بفلوسي بس رصيد النادي محبوس عليها بقى، ونلف في لفه غريبه وفي الاخر احنا اللي القضيه كانت هتخسرها. فهو كان مستني ان الحساب يتفتح عشان يعرف يستقبل عليه فلوس، عشان محدش يقدر يمسك ثغره في القضيه. ودي برضو حاجه كويسه. لحد دلوقتي احنا شايفين الكلام ماشي في سكه كويسه، وان شاء الله يعني بالكلام دون الزمالك يبقى في حته تانيه كويسه. وان شاء الله الموسم اللي جاي لما الفلوس دي تيجي هتفرق مع الزمالك، وهيبقى ان شاء الله الموسم اللي جاي هيبقى اداؤه احسن من الموسم دون، عشان احنا شفنا فيه تعثرات كتير في نادي الزمالك وفي حاجات لازم تتصلح، والفلوس دي بنسبه كبيره تحل النادي. وفي الاول وفي الاخر يا جماعه احنا ورا النادي. انا شايف ان المستشار دلوقتي بيفكر في صالح النادي فانا وراه. احنا دلوقتي في الاول وفي الاخر يا جماعه بنتمنى نشوف نادي الزمالك في حته اللي يستحقها، حته ان هو الطبيعي بتاعه مثلا يوصل لنص النهائي ونهائي افريقيا الطبيعي بتاعه، ومثلا ان شاء الله كده ايه اللي هو اقل حاجه الدوري ننافس بيه لاخر جوله. وده يا جماعه مركز الزمالك الطبيعي. كوكم من الفتره اللي ايام ممدوح عباس والكلام ده، اللي ايام الزمالك كان بيجيب الصفقه فرس الرابع والخامس. ان شاء الله الايام دي مش هترجع تاني. وفي الاول وفي الاخر احنا نتمنى التوفيق نادي الزمالك. بس كده يا جماعه، وده كان كله راي شخصي عن الاحداث اللي دارت، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.